تعالوا نسال الناس في الجيم، اتصابوا قبل كده في الجيم ولا لا، وايه الاصابه اللي جات لهم؟ يلا بينا. بص انا اتصبت زمان وانا صغير، طبعا من الناس اللي كنت بتحب تشيل اوزان بقى وترفع وعي وعا والحاجات الغريبه دي. فكنت بلعب شولدر بريس، بدل ما اللي كان بيساعدني ان هو يقفل كوعي زق كوعي بره، فانا عندي واحد طلع والتاني لف، فاهم؟ دي خلى عندي اصابه، خلى عندي لحد دلوقتي الحمد لله اصابه ما جاتليش في كتفي، بس هي الحمد جت في كوعي، بقت اصابه مزمنه لحد دلوقتي ما بتروحش، مهما عليك هترجع لي تاني. كتفي اتخلع على اليمين واتخلع على الشمال. حصل. ايه السبب يعني؟ مره كنت بلعب دمبل بريس وحد بيساعدني رجع دراعي لورا بدل ما يطلعه لفوق، رجع دراعي لورا. في واحد قبلك نفس القصه. كتفي اتخلع بالدمبل 35 كيلو. وقال لي بقى مفيش جيم تاني ومفيش. واضح انه نفس الشخص اللي بيعمل كده مع كل الناس. والله العظيم نفس الشخص وقاعد بنضاره هنا كده. اتصبت ايوه. ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ كانت لور باك، حملت في الويتس وانا بشيلها فاتصبت ديسك للاسف. السلام عليكي. كان في حد بيساعدك؟ لا لا مش فيش، بعمل علاج طبيعي يعني دلوقتي بس. تيل ناو؟ بقالي شهر كده. اتصبت كذا مره في الكتف بس. ايه اللي حصل؟ وانا بلعب في الانكلاين تشيست الدمبل بيقع فالكتف بيفضل مصاب شويه. في حد بيساعدك ولا؟ لا طبعا مفيش حد ما اتصابش يعني قول لي اصابه منهم. ولا حاجه والله. كنت مبطل بقالي فتره طويله جدا، وبعد كده راجع بقى سخن قوي، فاهم؟ عايز عايز الفورمه على طول. اكسر الجيم، ارجع تاني بقى، فاهم؟ فبلعب بقى الماجنس دي، وانا بطلع كده طرقعه في كتفي. قعدتني تقريبا حوالي 6 شهور يعني. يا نهار ابيض، 6 شهور. كنت راجع بقى اللي انا ناوي يعني خلاص يا جماعه هرجع الفورمه تاني في ثانيه يعني. محدش يفكر يعمل اللي هو عمله ده. بالظبط. ليج بريس ارقام مش طبيعيه، وفي مره حسيت ضهري عمل تك، بس خلاص كده. 4 شهور. يا نهار ابيض، 4 شهور. الموضوع ده كان قدامي من 10 سنين يعني. ما شاء الله كان فاضل خلاص اسبوع على الماتش، اللعيب ده ناشف جدا، فهو كان عنده خلفيات رجلين. هو ما عملش، انا شايفه ما عملش ورم اب كويس، ما دخلش عمل احتياطات، وده ابتدى ستيف ديد ليفت بوزن تقيل، من غير استرتشات، من غير كان الورم اب يعني، فاهم؟ هو شايف ان مجهوده قليل واكله قليل، فوفر الطاقه من الاسترتشات والحاجات دي للتمرين. مع اول دور انا شفت مره واحده كان لابس شورت، انا شفت زرقان، خلفيته قطع كامل، راح 2 سنين طبعا. انا شخصيا جات لي اصابه قبل كده. كنت مره بلعب سكواتس، كنت حاطط 4 45 باوندز و4 45 باوندز في كل جنب، وعملت 4 عدات، وبعد كده بطلب من الولد اللي بيساعدني ورايا ان انا خلاص مش قادر وعايزك تساعدني يعني. هو كان حاطط السماعات في ودانه، عمال انادي عليه مش سامعني، لغايه لما الوزن وقع عليا اتطبقت في الارض من عند رقبتي كده، وفضلت قاعد في الارض، اتصلبت، ما اتحركتش تاني. اسبوعين 3 كده في البيت، بس الحمد لله ربنا ستر.